يا مساء الفل يا شباب، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنحل المسألة رقم 5 معانا في الشيت، وهو بيقول لك ان انت هتشتغل على الكومباريسون اوبريتورز، وبعد كده بيقول لك declare two numbers and print the result of each comparison operator. يعني عايزك تنشئ متغيرين وتعمل print لناتج كل comparison operator ممكن تستخدمه. يعني تعال نشوف الموضوع ده ممكن يتم ازاي. انا هاجي في المكان ده هنشئ اول حاجه المتغيرين، ممكن نسيب نمبر ونمبر 2 اللي احنا انشأناهم قبل كده، وبعد كده انا عايز اعمل برنت على طول لكل الكومباريسون اوبريتورز اللي ممكن استخدمها مع المتغيرين دول. يعني مثلا ممكن اقول هل نمبر مثلا بيساوي نمبر 2، ده كده كومباريسون اوبريتور، انا عايز اعمل برنت للريزلت بتاعته. بس زي ما انت شايف هو معترض هنا على طول. ليه معترض؟ لان القيمه اوف تايب مختلف اساسا. يعني لو لاحظت ده دبل وده انتجر، فهو تلقائيا مش هيقدر يستخدم موضوع المقارنه بالايكوال. خلي بالك لو اكبر منه او اصغر منه هيبقى عادي مفيش مشكله، لكن ايكوال لا، مختلفة شوية. طب ليه مختلفة شوية؟ لان من الاخر كده انت مش هينفع تقول ان الحاجتين دول بيساووا بعض لو هم مختلفين اساسا، فبالتالي بيبقى ملهاش لازمة اساسا. يعني تخيل معايا لو مثلا نمبر 2 ده كان سترينج، هل ينفع تقول هل الانتجر بيساوي سترينج؟ السؤال اصلا ملوش لازمة في الحالة دي. فعشان كده هو اعترض على طول بمجرد ما حطيت ايكوال، لان الداتا تايبس هنا مختلفة اصلا. فالسؤال في حد ذاته ملوش لازمة انك تسأل، هم اكيد مش بيساووا بعض. فعشان كده مدي لك ايرور. في لغات تانية على فكرة ما بتديش الايرور ده، في لغات تانية تدي لك وورنينج ما تديش ايرور. تمام، لان كده كده هيدي لك فولس يعني، لكن في كوتلين زي ما انت شايف بيدي لك ايرور. فده شيء لطيف على فكره، مش حاجه وحشه يعني. فممكن نرجعهم الاتنين لنفس التايب عشان نقدر نعمل الحركه دي. وبعد كده هكرر بقى ده كذا مره، ممكن 1 2 3، واحط بقى العمليات المختلفه. ممكن مثلا اكبر من، ممكن مثلا اصغر من، ممكن مثلا اكبر من او يساوي، ممكن تكرر واحد تاني كده مثلا وتخليه بقى اصغر من او يساوي. طبعا هنا ممكن تسأل نفسك سؤال، هو ليه مديني warnings في كل الاماكن دي؟ يعني ليه مش مخلي الستيتمنت يعدي وخلاص؟ لان بكل بساطة هو دلوقتي وبيترجم الكود شايف قيمة المتغيرين، يعني شايف ان ده 15 وده 15، فهو ذكي بما فيه الكفاية ان هو يبقى عارف النتائج بتاعت دول مسبقا. فهو لما تيجي تحط هنا يقول لك خلي بالك هي النتيجة دايما بفولس، لما تيجي تبص هنا يقول لك خلي بالك النتيجة دايما بترو. فانت مش لازم تعمل الكلام ده، بس ده لانه لانه شايف القيمه. فهو طبعا هنا بيفترض ان القيمه موجوده بالفعل وانت عارفها، فملهاش لازمه السؤال اساسا. فيهم كلهم ملوش لازمه السؤال برضه، فعشان كده بيدي لك الوردنج ده. لكن طبعا كده كده الكومباريسون اوبريتورز دايما بتتعامل ما بين حاجتين انت فعلا مش عارف القيم بتاعتهم او قيمه منهم على الاقل، يعني مش بتبقى عارفها، فبالتالي بتستخدمها. لكن هنا بما اننا بنكتب الكود كتست، فعشان كده ممكن تلاقي وورنينجز بالمنظر ده. طبعا لو لقيتها وانت بتكتب بقى كود لبروجكت حقيقي فلا، اقف وقتها، لان انت ممكن تكون بتعمل حاجه ملهاش لازمه فعلا، فبالتالي ممكن تصلحها وتخلي شكلها افضل. بس عامه كده نبقى خلصنا المساله دي. بس تعالى كده نتاكد ان مفيش حاجه تانية كانت مطلوبه. لا فعلا في حاجه تانية، بيقول لك declare a third number and check if it equals the sum of the first two numbers. يعني من الاخر كده بيقول لك عايزك تنشئ متغير ثالث اسميه مثلا فلنفترض sum، وهديله مثلا 20. تمام، وبعد كده عايزنا تشيك، فهقول print ln statement اتشيك كده ان sum يساوي جمع فعلا نمبر ونمبر 2. فاقول هنا نمبر بلس نمبر 2، ده كده اللي هو عايزني اعمله. وطبعا النتيجة هنا هتكون هتكون false. يعني ممكن نعمل run كده، فزي ما انت شايف قال لك فولس. طبعا هنا بترو لان دي اكبر من او تساوي واصغر من او تساوي، فطبعا بما ان في ايكوال فهيقول لك ترو. طبعا دول بس اللي هيكونوا فولس معانا فيهم، زي ما انت شايف موجودين فولس اهو. فكده الامور تمام، وكده خلصنا المساله دي، واشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. مع السلامه.